خير الكلام ما نبدأ به. بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا يا بنات. شوفوا هنا وصلت طلبيتي وراح افتحها وياكم. شوفوا وصيت عليه مخور متكون من شال وقماش، وهذا القماش اللي اختاريته. مثل ما تشوفون هو المخور يجي تطريزه جاهز ونقشته كاملة، وهذا أحلى شي بيه لأن يسهل الشغل خاصة للمبتدئات. ونوعية القماش يكون حرير بقطن، وهنا تكون فصالة وخياطة سهل ويسهل على المبتدئات، وشلون راح نخيطه بسهولة وبدون أي تعقيد. بنفس الوقت راح توفرين على نفسك فلوس الخياطة. وإذا حابة هنا تتعلمين هذه الطريقة بخطوات إن شاء الله تنال إعجابك، تابعي الفيديو للأخير وياي. هنا مثل ما جاي أراويكم شلون القماش نوعيته، وهنا فتحته يصير الردان بالنهاية هذا الردان، وهذا الصدر أيضا. إن شاء الله تكون الصورة واضحة. وهذه نوعية القماش. هنا فتحت القماش يصير الطول 4 أمتار. راح ناخذ للردان متر إلا ربع للردان، راح نقصها. هنا بعد ما قصيت الردان وعزلتها على صفحة، وهنا بديت أطبق قطعة القماش 4 طبقات. هنا تجيبي إذا عندك الباترون أو عندك دجاجة قديمة تخليها عليها حتى تاخذين القياس اللي المطلوب على قدك. وخلي الباترون أو الدشداشة فوق هذه القطعة، وحددي واخذي قياسك، وشوية زودي إصبعين أو 3 أصابع. ومثل ما تشوفون بنات هذا الصدر جاهز، يعني أوخر القطعة الجوة مالت الظهر أشيل بس مالت الصدر وأشيل هذا التور، يعني هو جاهز لا نخيطه ولا يحتاج خياط، بس نشيل هذا اللي بعد ما حدد بالكتف 5 أصابع. والصدر هو موجود تركته. وأما بحر الردن هنا شبر و4 أصابع حددت على الباترون بالطباشير، وبعدين قمت أقص بالقطعة هنا للنهاية. شوفون مثل ما تشوفون. أما هنا بديت أريد أخصر. هنا دائما التخصيرة تكون شبر، يعني من جوا بحر الردن لحد الشبر تحددين. هنا التخصيرة تاخذين وبعدين تقللين تبدين للنهاية. بحر الردن تكون قلنا شبر و4 أصابع. وبعدين بديت أخصر بالقلبية، أخذتها حددتها بالطباشير أفضل. وهنا بنات بديت أقص هذه اللي حددتها بالطباشير. وبعد ما كملتي تحديد قياسك، وهنا تبدين تقصين. أما بالنهاية تحددين الطول اللي ترديه. هنا على شكل مثلث تاخذين إصبعين، وأيضا تحددين بالطباشير، وبعدين تنزلين تقللين وتقصين على شكل مثلث حتى القلبية أو الدشداشة ما تصير مذاولة. هنا كملت فصال القطعة، بقت بس فصال الردان. هنا مثل ما تشوفونها بديت أحدد بالطباشير أيضا الردان اجقد اللي أريدها. وهنا بديت أقص بالردان.
وبعد ما كملت الفصال الردان والقطعة، هنا بديت أطبق القطعة والردان وأثبتهن بالدنابيس، يعني هنا أخيطها على شكل مؤقت بالدنابيس. هنا تسهل للمبتدئات الخياطة. هنا مثل ما تشوفون بديت أخلي الدنابيس بعد ما قلبت الدشداش عليه وجه للداخل. وهنا هذه يعني خياط مؤقت يكون بالدنابيس. هنا تسهل قلنا للمبتدئات، اما تخلي دنابيس او تخيط او ببرة وخيط. الافضل بالدنابيس حتى تاخذين القياس اللي ترديه وتشوفينه. هاي هي هنا فكرة الدنابيس، تسهل لك ان تقعدين على الماكينة تخيطين بدون ما تصعب عليك. بنفس الوقت انت مخيطتها بدنابيس تقيسينها وتشوفين قياسها وشوفينها. هاي هي يلا تبدين تخيطيها. كملت هذه الجهة بالدنابيس، بعدها بلشت الجهة الثانية ايضا كملتها. هنا مثل ما تشوفون كملتهن كلها جهتين هنا بالدنابيس. بعد ما كملت هنا رحت للماكينة بديت أخيط، وبديت أشيل الدنابيس وأخيط مثل ما موضح. هنا دائما من تخيطين يكون خياطك على شكل مستقيم، وبالتعويض راح كل شي يصير سهل وإيدك تاخذ على الشغل. دائما شعور الإنجاز مثل شي خيطتيه بإيدك صدق وما ينوصف، وخاصة إذا أنت مخيطته بإيدك وبأقل تكلفة أو بلمستك الخاصة، ويطلع القياس اللي تردينه أو مضبوط بدون ما ترحين للخياطة وتودين. أتمنى يكون الفيديو فاتكم وشجعكم وأنتم تبدون تخيطون لنفسكم، وكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالشغل، وإذا عندكم أي سؤال راح أجاوبكم. وهذا المخور كمل وصار جاهز. شوفوا الترتيب والقياس ايش قد طلع حلو ومضبوط. ولهنا راح ينتهي الفيديو. لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير.